وصفة النهاردة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية جدا. أجنحة الفراخ في الفرن هقدمها ليكم بشكل جديد، إن شاء الله تنول إعجابكم. لو أول مرة تشوفي قناتي أهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بوصفات الجديدة. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. عندي أجنحة فراخ هغسلها كويس جدا وأنقعها لمدة ساعتين في مية وخل وملح وفلفل أسود، أو ممكن تضيفي المية نعناع أو بهارات عطرية زي ورق لورا أو قرنفل حبهان، علشان تتخلصي من ريحة الزفرة اللي بتكون موجودة في الأجنحة. هتخلص من الأجزاء الصغيرة بالشكل ده كده، وأعمل للأجنحة فتحات بالسكينة من الجنبين عشان يوصل لها التتبيلة بسهولة. ساعات بطلب الأجنحة بتجيلي 3 أجزاء، وساعات بتجيلي جزئين زي ما هي موجودة كده معايا. لو جاتلي 3 أجزاء بتخلص من الجزء الصغير اللي هو في ايدي ده كله، ولو جاتلي جزئين 2 بشيل الأطراف بس وبسيبه زي ما هو. وطبعا ده بيختلف على حسب تقطيع الفراخ، وفي الحالتين انا بستخدمهم عادي مفيش اي مشكلة. هنجهز التتبيلة. في بولة عميقة هضيف علبة زبادي، وهضيف معلقة كبيرة كاتشب، ومعلقة كبيرة مستردة، ومعلقة كبيرة دبس رمان، ومعلقة كبيرة صويا صوص، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة شطة، نص معلقة صغيرة بهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة ملح. وهقلب المكونات مع بعض، والكمية دي تكفي كيلو من الأجنحة. وأضيف الأجنحة للتتبيلة. أنا هسيب الأجنحة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة، ولو مستعجلة عليها مش أقل من ساعتين، علشان تشرب من التتبيلة وتبقى زي الفراخ المشوية بالظبط. وكمان أنا ساعات بجيب كمية بتبلها وبخزنها في الفريزر وبطلعها على الفرن على طول. يعني لو حابة تخزنيها متبلة مفيش أي مشكلة. ونفس الطريقة دي برضو تنفع للفراخ، بس تقطعي الفراخ قطع صغيرة. وبعد ما نطلع الأجنحة من التلاجة هضيف لها معلقتين كبار صلصة. الصلصة هتديها لون حلو بس مش هتديها طعم ولا حاجة، علشان كده ما ضفتش الصلصة في الأول. أنا محتاجة الصلصة تدي لون حلو في التحمير فقط. وأجيب صينية مناسبة في الحجم على قد قطع الأجنحة اللي عندي، أو صينية الفرن. أنا غلفت الصينية بورق ألمونيوم عشان تبقى سهلة عليا في التنظيف. وأنا دايما بغلف الصواني اللي هشوي فيها في الفرن. وكمان لو عندي عزومة وهستخدم أكتر من صينية بغلفها بورق الألمونيوم، بتسهل عليا جامد في التنظيف، لأن الصواني اللي بتشوي فيها في الفرن بيبقى صعب تنظيفها شوية. جربوا الطريقة دي. هرص قطع الفراخ جنب بعضها مش فوق بعضها، والباقي من التتبيلة هضيفه على الوش.
واضيف عصير ليمونتين. انا بحب الليمون في المشويات شويه، بيديها طعم حلو. تقدري تستخدمي ليمونه واحده. الليمون بيخلي الطعم مزز، وكمان بيخلي التحمير شكله حلو. وادخل الصينيه فرن من غير شوايه، رف اسفل، على درجه حراره 150 من 20 ل 25 دقيقه، وبعدين اطفي الفرن واشغل الشوايه تاخد لون. وبس كده، الاجنحه الجميله بتاعتنا بقت جاهزه، اخده لون جميل ما شاء الله، والريحه بتاعتها تحفه تحفه تحفه. هضيفها لاطباق التقديم. الاجنحه بتتقدم مع عيش وطحينه وكاتشب، او رز بالشعريه وشوربه لسان عصفور. انا الطريقه اللي قدمتها بيها عيش وطحينه وسلطه وكاتشب ومخلل. ولو عندكم اقتراحات للتقديم اكتبوها لي في الكومنتات. واضيف رشه سمسم صغيره كده على الوش تدي شكل حلو، بما ان احنا هنقدم الوصفه جنب الطحينه. مش شرط كل وصفه نزينها بالكزبره والشبت الاخضر، يعني كل وصفه او كل طبق بيبقى له لمسه خاصه وشكل مختلف. وده شكل الاجنحه من جوه، الفص مستوي واخد لون جميل جدا من جوه زي من بره. الاجنحه مستويه جدا وما اخدتش وقت كبير في الفرن، يعني على ما تجهزي الطحينه والسلطه تكون استوت معاكي. ما افتكرش ان في اكله اسهل من كده. اقتراحاتي للتقديم بناء عن طلبكم. اكتر من حد كتب لي في الكومنتات عايزين الوصفه كامله، علشان ما نرجعش ندور احنا ممكن نقدم جنبها ايه. فانا عشان مش عايزه اطول عليكم مده الفيديو، فبقترح عليكم رايي او الطريقه اللي قدمت بيها. اوقات كتير قوي بنكون مكسلين نقف نعمل غدا، وخصوصا في ايام المدارس. رأيكم يهمني واقتراحاتكم تهمني. هستنى رأيكم في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.